قصة هاكر اللي انتشرت اليومين دول بتاع فودافون كاش. أحب أطمنكم مفيش حاجة اسمها كده خالص. يعني شركة فودافون أنفت القصة دي، وعشان يبقى في هاكر فودافون كاش الموضوع ده صعب جدا، إن يخش كده ويقول لك أصل أنا بهكر وبيسحب فلوس وكده. لأ، والناس لو في حد طلع وقال لك أنا بقى رصيدي صفر أو كده، اعرف إن في حاجة غلط، يا هو اتنصب عليه يا الشركة وقفت الخط بتاعه. يعني احكي لكم القصة كده بسرعة ممكن يحصل ازاي. لو انت عندك مثلا كذا شريحة شغال بيها فودافون كاش، وفي شريحة منهم ما بتستخدمهاش تعمل مكالمة كل فترة، فبتقعد 3 شهور حضرتك ما بتستخدمهاش. ففي الفترة دي بيحصل ايه؟ ان الشركة بتوقف الخط، والخط دوت بيبقى عليه مثلا فلوس 20 30 ألف أيا كان الرقم. فأنت بتكتشف إن تم إيقاف خطك وتم إيقاف محفظتك، فأنت بتروح الشركة بتقول لهم دلوقتي أنا الشريحة بتاعتي المحفظة وقفت والشريحة وقفت لحضرتك عشان راكن 3 شهور الخط ما بتستخدموش في مكالمة، أنت بتستخدمه فودافون كاش بس. فتروح تطلع شريحة تانية، لما تطلع شريحة تانية تكتشف ان محفظتك مش عليها فلوس، الفلوس اتاخدت، فودافون كاش خدتها، شركة فودافون اللي خدتها منك لان وقفت لك الخط. طب انا استرجعها ازاي؟ بيقول لك هتقدم طلب عشان تسترجع الفلوس دي. إن كان 40,000 جنيه بتقدم طلب في خلال 3 ايام بترجع لك الفلوس. دي القصة الوحيدة اللي الفلوس فيها بتتاخد اجباري منك، غير كده حضرتك بيتنصب عليك. يعني حد يرن عليك ويقول لك انت كسبت وما كسبتش ومش عارف ايه، دي قصه بقى نصبايا بقى، ده كده نصبايا. او انت تشترك معانا في كذا وابعت لنا الرقم، اي حوارات النصابات اللي موجوده اليومين دول. لكن الحاله الوحيده اللي فيها ممكن رصيدك في فودافون كاش تلاقيه بقى صفر ومحفظتك وقفت، في حاله ان الخط بيقف. وكتير قوي مننا عندهم محلات تليفونات زينا كده بيقف الخط بتاعهم لان هو عنده كذا خط شغال بيه، فبيفضل بقى ناسي انه يعمل مكالمة من الخط، فخلال 3 شهور الخط ما تعملش منه مكالمة بيقفل، فبيرجع للشركة. وحصلت معانا كتير يعني. فبس حبيت اوضح لكم ان مستحيل حاجة اسمها هاكر فودافون كاش، مفيش الكلام ده. والشركة فودافون طلعت نفت ان انت بقى يجي لك كود ان انت تقول ان الفلوس اتاخدت منك غصب عنك، لا. او في حاجة تانية ممكن تحصل، ان في موظف مش امين في فودافون كاش وصاحبه في الشارع نصاب يقول له انا عايزك تسحب لي خط فلان وتعمله لي باسمي، ويسحب له الخط ويعمله باسمه ويغير الرقم وياخد الفلوس اللي عليه. دي قصة كده صعبة، لكن ما بتحصلش، دي حاجة مستحيلة. يعني مفيش موظف هيجازف بعمله، يعني الموضوع صعب جدا. فما تقلقوش، يعني مفيش اي حاجة تقلق. زي الاشاعة اللي طلعت من قبليها من شوية ان حد هكر انستا باي. انت بتهزر، دي حسابات بنكيه. الموضوع فوق مخك ما يتخطى، الموضوع صعب جدا. السكيورتي عالي جدا فيها، عالي، انت فوق اصلا مستوى الموضوع. انت عايز هاكر غير طبيعي، هاكر عالمي عشان يوصل انه يكسر الحاجز ده. بس حبيت اطمنكم يعني حبايبي.